السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم طريقة الجبنة الفلاحي ان شاء الله من 3 كيلو لبن. هنعمل الجبنة القريش والقشطة والسمنة البلدي بطريقة سهلة جدا في البيت، وطبعا موفرة بكتير اوي من بره. وهنحسبها مع بعض واحدة واحدة كده. ولو انت ما عندكيش حصيرة هقولك تعمليها ازاي. شايفين الجبنة ما شاء الله ناعمة عاملة زي القشطة، ومفيش فيها شرش، ونضيفة وحاجة عاملينها في البيت، وطبعا اوفر بكتير من بره. تابع معايا الفيديو الاخر عشان تستفيدي بكل خطوة منه. معايا 3 كيلو حليب، اهم حاجة يكون كامل الدسم. تمام كده. لو انت في مدينة هاتيه من عند اللبان، لو انت في قرية هتجيبيه من عند الفلاح. اهم حاجة يكون كامل الدسم. تمام كده. الكيس نص كيلو، هما 3 كيلو. دفيت الحلة حوالي دقيقتين كده على البوتاجاز، وبعدين هفضي فيها اللبن. طبعا الكمية زي ما انت عاوزة، ممكن تجيبي 5 كيلو او اكتر او اقل على حسب مقدرتك. اهم حاجة ما يقلش عن 2 كيلو عشان تقدري تطلعي منه جبنة وتطلعي كمان منه قشطة. خلاص كده. هفضي ال3 كيلو حليب في الحلة، في اي حلة عندك، حلة ستانلس او ألمونيا او فخار، في اي حلة متوفرة عندك. خلاص كده. وهغطيها وهسيبها يومين كاملين، مش اقل من يومين. تمام كده. ما تستعجليش عليه وتقولي بعد يوم ونص او كده ده هو راب. لا، بعد يومين كاملين عشان يطلع القشطة على الوش. خلاص كده. وبعد ما يروب يومين كاملين حطيته في التلاجة حوالي 3 4 ساعات عشان القشطة تبقى متماسكة، وزي ما انت شايفاها كده ما شاء الله الله اكبر. شايفين القشطة؟ بجد تحفة. وده طبعا عشان خاطر اللبن كامل الدسم بيطلع كمية القشطة اللي انت شايفاها دي. وبنحطه في التلاجة عشان القشطة تمسك وتعرفي تشيليها وتتلم معاكي زي ما انت شايفة كده. يا ريت لو انت اول مرة بتشوفي قناتي ومش مشتركة تنوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو ومشاركة مع اصحابك وحبايبك. عندنا الكيلو الحليب ب20 جنيه، يعني 3 كيلو حليب ب60 جنيه. 3 كيلو لبن ب60 جنيه، مش تمن القشطة اللي طالعة. ولو انت عندك اللبن اغلى من كده، يعني في ناس عندهم اللبن ب23 او 24 او كده، هيكون بتمن القشطة اللي طالعة. خلاص كده. يعني انت عندك بقى كمية اللبن الرايب ديت اللي انت شايفاها ديت، دي طالعالك كده بره طالعالك كده مكسب ليكي. شايفين اللبن الرايب ما شاء الله تحفة، حلو جدا ومتماسك ازاي. وتعالوا يلا بينا بقى نشوف عملنا الجبنة القريش ازاي. جبت حلة فيها مية مغلية تكون بتغلي زي ما انت شايفاها كده، وبعدين هحط فيها اللبن الرايب، وشلت الغطا بتاع الحلة بتاع اللبن الرايب زي ما انت شايفة كده. وهجيب صينية كبيرة اغطي بيها الحلة عشان البخار يوصل للبن. بالظبط كده، عشان البخار يوصل للبن الرايب اللي في الحلة. وهسيبه بقى حوالي ساعة ونص. ودي طريقة سهلة جدا، احسن بقى ما نولع فرن البوتاجاز ونحطه. طب هنسيب الفرن شغال قد ايه؟ طب هنطفيه بعد قد ايه؟ دي طريقة سهلة ليكي جدا. اهم حاجة تكون المية مغلية وتغطي الحلة بتاعة اللبن الرايب. مش تغطي حلة اللبن الرايب، تغطي المية اللي بتغلي الحلة اللي انت غالية فيها المية زي ما انت شفت كده. وجبت بقى صينية كبيرة حطيتها تحت الحصيرة، وطبعا حصيرة غسلينها ومنضفينها كويس. الحصيرة دي لو انت في مكان تقدري تشتريها اشتريها. انت تشتريها مرة هتدناها عندك على طول، هي ما بتخسرش ولا بيجرالها اي حاجة. لو انت في مكان بقى مش هتعرفي تشتري حصيرة، هقولك تعمليه ازاي. هتجيبي مصفى وفيها شال ابيض، وتحطي اللبن الرايب في قلب الشال وتحت منه المصفى، والمصفى دي تحتها حل عشان الشرش اللي بينزل. تمام كده. وتجيبي بقى حلة او حاجة تقيلة تحطيها على قلب الشال من فوق عشان تضغط على الشرش ينزل من المصفى. تمام كده. وتسيبيه ليلة كاملة هينزل الشرش اللي فيه، وهتطلع معاكي احلى حتة جبنة وحاجة نظيفة وزي الفل. ده لو انتي ما عندكيش حصير، ان شاء الله بعملها معاكم في فيديو. خلاص كده. حطيت اللبن الرايب كله في الحصيرة وبضغط عليه عشان ينزل الشرش. وهحط شوية ملح كده على حسب بقى الرغبة.
عايزاها حادقة او دلع زي ما انت عاوزة، برش عليها كده من فوق. شايفين الشرش اللي نازل ده؟ ما بنرميش اي حاجة، ده بنعمل منه المخبوزات، تعملي منه عيش او قرص، بيبقى حلو جدا وبيخلي المعجنات اللي انت عاملاها ريحتها في منتهى الجمال. يا ريت لو انت وصلت الفيديو لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك. وبالمعلقة كده هوسع عشان خاطر ما شاء الله اللبن كتير وعريض في الحصيرة شوية، هطوله بالشكل ده كده. طريقة سهلة من غير خل ولا منفعة ولا اي حاجة. هضغط كده بنزل الشرش اللي فيها. وبعدين بقى لو انت عندك شباك فوق الحوض هتعلقيه في الأكرة بتاع الشباك، ما عندكيش هتحطيه في الحنفية اللي هي بتاع المطبخ وتحت منها مصفى. انا حطيتها في الضرفة اللي فوق الحوض على طول زي ما انت شايفة كده، وسبتها ليلة كاملة. يعني مثلا انا عاملاها من الساعة 9:30 بالليل، قطعتها تاني يوم الصبح الساعة 6:30. خلاص كده طبعا الليل طويل بتنزل الشرش اللي فيها، والشرش اللي نزل منها حطيته في طبق زي ما انتوا شفتيه كده، وبنغليه وبنسيبه يبرد ونحطه في التلاجة تعملي منه عيش او قرص فلاحي زي ما انت عاوزه. وده خلاص بقى كنت تاني يوم الصبح قطعتها زي ما انت شايفة كده، بجد حتة جبنة عاملة زي القشطة بالظبط، ناعمة وزبدة طعمها بجد تحفة. وكفاية بقى نظافتها وتوفير بجد. يعني كيلو الجبنة في المدن ب70 جنيه. يعني عندي اخت جوزي عايشة في المدن، عندهم الجبنة ب70 جنيه، احنا عندنا ب50، في الفلاحين عندنا ب50. كيلو الجبنة عندهم ب70 جنيه. طب واحنا ليه؟ انت ما تشتري اللبن وتعمليه في البيت اوفر بكتير قوي. كفاية القشطة اللي طالعة، والجبنة دي ما شاء الله اكتر من كيلو. وكل اللي احنا جايبينه كام؟ 3 كيلو لبن ب60 جنيه. يعني انت اللي كسبانة سواء الجبنة اللي طالعة او القشطة. شايفين ما شاء الله؟ والخرط كبير يعني مش صغير، اكتر من كيلو جبنة. يعني بجد انت الكسبانة. بس اهم حاجة يكون لبن كامل الدسم، لبن بخير، وتكوني جبتيه قبل كده وجربتيه ولقيتي له وش. وتكوني مثلا جبتيه مرة، جبتي كيلو او حاجة وغليتيه وحطيه في التلاجة لقيته له وش تقيل كده، تعرفي ان اللبن ده كويس. تجيبي منه بقى كمية زي ما انت عاوزة وتروبيه. ديت القشطة اللي انا بجيبها بحوشها. ده حوالي ما شاء الله اكتر من 2 كيلو او اكتر قشطة. وبإذن الله هعملها سمنة بلدي، بس طبعا بعد ما تفك من التلج. بحوشها زي ما انتوا شايفين كده، وبعملها سمنة بلدي. كيلو السمنة البلدي اكتر من 200 جنيه. وديت القشطة اللي طلعت، شايفين ما شاء الله حلوة جدا. بس بصراحة ما عنديش ميزان، لو كده كنت وزنتها. بس هي طبعا واضحة في الصورة هيت. بجد تستاهل ان احنا نجيب اللبن ونعمله في البيت. والشرش ده طبعا غليته وحطيت فيه شوية ملح، وبعد ما يبرد هحطه في الفريزر اطلعه وقت ما انا عاوزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.